أشتي حديد تقول على سيف نبيل ونور ستارز أتفه اثنين غنوا للعراق. مرحبا متابعينا الجديد بالقناة، خلي لايك واشتراك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. طبعا علقت أشتي حديد مثل ما تشوفون قدامكم كانت أتفه ما غنى للعراق. بعد ما علقت هذا التعليق نزلتها المجلات الكبيرة العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي، ورجعت قالت ما تراجع عن كلامي وتأكد انه هي كلامها واحد، انه من أسوأ من غنوا للعراق حرفيا أتفه من غنى للعراق العظيم، قصتها سيف نبيل ونور ستار بأغنيتهم الجديدة اللي نزلت. طبعا هذا رأيها، فالناس رجعت قالت على أساس إنه أنت قدمتي للعراق وأنت لبسك فاضح وأنت تمثيلك صح حلو، لكن فاضحتنا بلبسك وتصرفاتك اللي تبين إنه إحنا شعب ما عندنا أي قيم وعادات وتقاليد وإحنا بلد إسلامي. فالناس انتقدتها بسبب انه قالت على سيف نبيل ونور ستارز انهم اتفه اثنين غنوا للعراق. انتم شو رايكم؟ صح الاغنيه تافهه؟ انا بالنسبه لي سمعتها مره وما حبيتها ابد. شو رايكم بانتقاد اشتي للاغنيه؟ وخاصه انه سيف هو فنان صار عربي، سيف نبيل، ونور ستارز صارت اصلا وصلت حتى للعالمين لان دعوها بمهرجان كان وهو مهرجان. اكيد انتظروا تعليقاتكم وراح تقولون اذا انتم مع كلام اشتي او ضدها. اكيد اشوف تعليقاتكم اسفل الفيديو ونتناقش بالتعليقات.